أهلا وسهلا بكم في دير مار بهنام الشهيد، المعروف بدير مار بهنام وأخته سارة، في محافظة نينوى في ناحية النمرود، قرية الخضر والبساطلية. هذا الدير العريق اللي كتاريخ يعود للقرن الرابع، لكن مو بني كدير وإنما كضريح بالبداية للشهيد مار بهنام وأخته سارة ورفاقهم الشهداء اللي استشهدوا على الإيمان. فبعد انتشار المسيحية بني الضريح وأيضا دار ضيافة للرهبان، وفيما بعد بدأ الدير ينشأ حسب القصة المتوارثة. إسحاق الفارسي بنانه على رمية حجر تقريبا 30 متر من الضريح، وبدأ هذا الضريح يكبر قرن بعد قرن بوجود الرهبان، وأيضا بدت المعالم والريازة الخاصة في الدير تظهر معالمها، خصوصا بالقرن الثاني عشر والثالث عشر، بريازة فريدة من نوعها، نطيق نقول في عموم الأديار الموجودة في محافظة نينوى، وفي أيضا يمكن نقول في العراق قاطبة. فهذا الدير، هذا المدخل اللي هاي الغرفة أكيد أنشئت في بداية القرن العشرين كبرج مراقبة بها عدة نوافذ، وكان أكو نافذة تطل على الأشخاص اللي يقرعون باب هذا الدير، فكان هذا الباب هو المدخل الوحيد للدير. فأتوقع عبد الأحد جمعة الله يرحمه هو اللي بناها وأنشأها في نهاية القرن، منتصف أو نهاية القرن العشرين. هاي نحن الآن في الباحة الداخلية للدير. هاي الباحة الداخلية حاليا تضم مكتبة وحانوت ومطبخ للزوار، وأيضا غرف للزوار اللي يجون من كل محافظات بلدنا الحبيب، يأتون للصلاة ويطلبون أكيد من ربنا أنه ينطيهم مبتغاهم، أو يكونون للرياضات الروحية والصلوات. فهذا الجناح اللي بعض الغرف مالته تعود إلى قرن تقريبا، وفيما بعد بالحملة الكبيرة اللي قام بها البطرك مثلث الرحمات مار أفرام الثاني رحماني سنة 1901، بعد وجود حضوره للدير، وشاف أنه الدير كان متروك لسنين طويلة، أكثر من 80 سنة كان متروك الدير، ورجع بدأ بإحياء الحياة الرهبانية والاهتمام بمفاصل الدير، وبعدين فيما بعد البطاركة اللاحقين، وبشكل خاص أيضا نذكر المطارين، مطران جرج الزلال كثير اهتم بالدير، وأيضا حاليا سيدنا مار بندكتوس يونان حنك يعني بجد ونشاط وهمة وتشجيع دائما حتى نحاول نحافظ على الدير، وخصوصا البنية التحتية اللي موجودة بالدير اللي كانت أكيد هي متهالكة وقديمة جدا. فبالبداية بعد آخر يعني تدمير صار للدير من سنة 2014 إلى 2016 بوجود عصابات داعش تقريبا سنتين بالدير، كسروا كل الرموز الدينية والأثرية اللي كانت موجودة، يعني أي صورة لإنسان، أي صورة لتكرمون حيوان، وأي صورة لصلبان. فهالجداريتين كان أول شيء بعد ما استلمتوا الدير بنهاية 2023 رجعنا هالجداريات اللي هي نسخة عن الجداريات القديمة اللي راح نشوفها بعد شوية موجودة بالكنيسة، ترمز إلى استشهاد مار بهنام، انتصار الخير على الشر وارتقاءه للسماء القيامة. هاي الجناح اللي هو الباحة الداخلية، بعد ما كنا بالساحة الخارجية الآن في الباحة الداخلية للدير اللي يجون زوار من داخل البلاد وخارج البلاد، بعض منهم لفترات قصيرة وبعض منهم لبرنامج لعدة أيام طويلة. راح نروح إلى الجناح اللي هو يسمونه تاريخيا حوش الرهبان، هو خاص للرهبان، يعني ما هو مفتوح للزوار. في فترات معينة نسمح للزوار أكيد يتعرفون على المكان، بس في أوقات البرامج لا، أكيد يكون خاص، لأنه الناس تجي من أجل الصلاة، الرياضات الروحية، برامج أو محاضرات خاصة.
وخصوصا بعد ما السرداب القديم او الرهرة مثل ما نسميها بالموصل كانت تستخدم لحفظ المواد الغذائية. أبونا فرانسيس الله يرحمه أحد رؤساء الدير اللي خدم 30 سنة وبذل جهود كبيرة، خصوصا هاي الواجهات الحلان كلها هي بجهوده تقريبا من سنة 1995 إلى 1998 بجد ونشاط. هاي أحد أهم الإنجازات، بالإضافة إلى السياج الكبير بالدير وكثير إنجازات قام بها، واللي أكيد سبقونه خصوصا أبونا الخوري بطرس شيتو، وبشكل خاص جدا أبونا الخور أسقف أفرام عبدال كثير بذل مجهود في وقت صعب جدا وأشياء محدودة، قام ب حملة إعمار يعني جدية وواسعة. يعني بعد ما جاء بطرك رحماني اهتم كثير بالدير. الآن راح نذهب إلى هذا المكان اللي هو حوش الرهبان. هذا طبعا اكيد هسه حاليا بهمه المطران بنديكتوس يونان حنو نحاول قدر الامكان نبرز معالم الدير اللي بدا بها ابونا الفتره الاخيره. نقول ابونا فرانسيس 30 سنه بالدير، ابونا افرام عبدال 30 سنه بالدير. احنا هالسنتين الماضيه سنتين وشهرين عم نشتغل يوم بعد يوم، تقريبا ما توقفنا ولا يوم حتى نبرز جمال هذا الدير ونحاول الاشياء الموجوده. طبعا كلها هاي من تراث الدير اللي نشوفها، هالنقوش هالرموز حتى هالشبابيك مثلا، نحاول هالنقوش والرموز هي موجوده في ابواب الكنيسه اللي تعود بالقرن الثالث عشر، نقشوها بالايد، يعني نحاتين بارزين جدا ومتضلعين بهذا الفن الراقي ومميز. يعني ما نشوف هالنقوش والرموز الدينية والكتابات السطرنجيلية، دائما يستخدمون الخط السطرنجيلي، أي السرياني والكرداني يطيق يقرانوا، يعني تتمدن حاو الكنيسة الغربية يطيق تقرانوا بشكل واضح جدا. بعدين بدينا نهتم بهذا البستان أو اللي هو مثل ما نقول أشجار الزيتون، وتكون مكان للاختلاء، للصلاة، للتأمل. فهي نحاول نحافظ عليها أكيد من أشعة الشمس في فترة فصل الصيف، وفي فصل الشتاء يعني أيضا نحاول قدر الإمكان نهتم بها حتى تكون مكان. هذا الجناح اللي نشوفه مقابلنا هو مكان خاص للرياضات الروحية، الخمس غرف في الطابق الأسفل. فوق عندنا قاعتين، وأيضا عفوا معذرة حمامات خاصة أكيد للزوار في الطابق الأعلى وفي الطابق الأسفل، وقاعة خاصة للطعام والشراب. هون الغرف تختلف عن هذيك لأنه هاي ممنوع بها الطعام والشراب نهائيا، لذلك الجروبات تستوعب هذا الشيء. احنا الآن متوجهين إلى اللي حكينا عليها قبل شوية، اللي هي السرداب أو الرهرة، اللي حولناها حاليا إلى كنيسة كانت تستخدم في فترة الثمانينات. يعني كثير من العوائل كانت صعب عليها تقيم الإكليل أو سر الزواج المقدس في الكنائس بسبب الحرب، بسبب جيرانهم اللي يمكن عندهم مفقود أو مستشهد. فلذلك معذرة هذا المكان اللي حاليا هو كنيسة راح ندخل إليها بعد شوية، كانوا يستخدموها لبعض القداديس وأيضا احتفال بسر الزواج. راح ندخل الآن إليها. مثل ما نشوف أنه السطح عملناه مائل حتى نحسب حساب كبار السن، المصابين بإعاقة، أيضا الأشخاص اللي يعني ما باستطاعتهم يستخدمون الدرج كان عالي جدا. هالنظام الموجود في القبب هو نظام العقد، يعني العقادة مثل ما نسميها باللهجة المحلية. يقومون البنائين بصنع أول شيء بالبداية اللبن العراقي اللي هو عبارة عن طين بتبن مفخور يطلعونه من الأرض، وفي أكوار خاصة يعني مهيئة لهذا الغرض. فلذلك نشوف هذا البناء هو مميز جدا. طبعا راح نشوف بعض القبب هي بها بعض الأضرار، والقبب اللي في المدخل الرواق اليمين ورواق الشمال هي محافظة على جماليتها. بعد ما قاموا بإخراج الطين وعمل أكوار خاصة، بدوا بحرب العالمية الثانية ببناء هذا المكان.
هذا السرداب أو القبو. انتهى العمل تقريبا 1950 بعمل السقوف وصبة. حاليا احنا هيئنا هالنوافذ الزجاجية اللي بنسميها الرسم على الزجاج، هو فن حديث نسبيا، لكن استثمرنا هالفن بوضع 6 لوحات أو 6 محطات من حياة القديس مربهنام وأخته سارة، اللي تمثل سارة الفتاة الشابة الصغيرة بالسن المريضة بمرض الجذام أي التشوه بالجلد، وأخوها بهنام ووالدتهم شيرينة وأبوهم. فلذلك راح نشوف هو رايح برحلة صيد، وكأنه يشوف قدامه علامة تظهر وتختفي بغزال كبير، إلى أن كأنه يريد يصيد هذا الغزال وتجي له رسالة من السماء أنه هذا الغزال لا تصيده، وإنما اذهب خلفه، راح يدلك إلى شخص راح يغير حياتك. فيقوم يلتقي في اليوم الثاني براهب كبير السن يدعى متى، اللي معروف هو حاليا مرمتة الناسك، مرمتة الشيخ، اللي يتلمذه ويحكي له عن عظمة الله الخالق، اللي هو ما كان يعرف أي شيء عنه لأنه باعتباره وثني، فيقبل الإيمان. وأيضا يستفسر أنه يحكي له عن المسيح ومعجزاته، السيد المسيح ومعجزاته له المجد والسلطان. فيبدي يتفق معانه أنه يصلي من أجل أخته. بالفعل تشفى أخته سارة وتقبل المعمودية للإيمان بالمسيح له المجد، وهو أيضا يؤمن ويقبلون الإيمان. لكن أبوهم أكيد بعد ما يشوف هالحدث فيثور عليهم ويستشهدون على الإيمان، باعتبار هم ببداية القرون الأولى ما كان عندهم معرفة ودراية بكلمة الله. فبعد استشهاد مربهنام ورفاق الشهداء وحزن والدتهم وفقدان رشد والدهم، يرجعون يتوبون ويرجعون إلى معرفة الحق والخير، ويقبلون الإيمان بالله ويقبلون المسيحية، ويبنون ضريح لأولادهم، ويبنون دير مرمتة في جبل مقلوب، أو ما يسمونه حاليا جبل الألفاف، أو حاليا دير مرمتة اللي موجود هو يبني والد مربهنام هذا الدير. لذلك نشوف اكو تقارب كثير يعني، وبنتيجه كنيسه السريان الارثوذكس اللي اهتمت بالدير لفترات طويله جدا مثل ما نقول. وبعدين لما قسم من السريان الكاثوليك انضموا الى كنيسه روما، حاليا الاداره هي بيد كنيسه السريان الكاثوليك. او اكيد هذا الدير اللي انبنى اول شيء مثل ما قلنا ضريح، فيما بعد صار دير. اما مرمتة هو مباشره دير انبنى. وأكيد كثير من المفارنة هي رتبة كنسية معروفة، حكينا عنها في كثير مرات، أنه هو مثل جاثليق في كنيسة المشرق اللي هو أعلى من المطران وأقل من البترك، يسمونه مفريان الشرق. كان عنده رعاية كثيرة، كان مقره في تكريت. الآن مثل ما تشوفون هالمذبح اللي كرس في نيسان من عام 2025 هو نسخة طبق الأصل من المذبح القديم الحجري الموجود في كنيسة الدير. دائما نحاول الأشياء الموجودة عندنا نكررها ونحافظ عليها، ما نحاول نجيب أشياء جديدة، ما عدا إذا مثل ما نقول إذا اقتضت الحاجة فقط يعني. فلذلك لأنه المذبح القديم الصلبان بينه مكسرة، فحاولنا مرة ثانية نجيب هذا المذبح الخشبي. وأيضا هذا الصليب اللي هو يشبه صليب المشرق أو صليب الحياة أو صليب القيامة، أيضا هو صليب بالأصل أرمني، لأنه كثير من الأرمن كانوا يزورون الدير، وأحد الحجاج هدى للدير منحوتة صنعها بإيده من حجر الفرش الموصلي وهداها للدير، موجودة حاليا نشكر ربنا أنه هي موجودة. فنحاول هاي الأشياء نعتبرها تراث الدير، وكثير من المؤمنين يجون يزورون هذا المكان المقدس، يصلون يتأملون، أو مثل ما يتباركون بذخيرة مربهنام اللي هي بعد التفجير اللي صار للضريح. الحمد لله يعني نشكر الله، رب ضارة نافعة مثل ما يقولون. بعض الرفاء مثل ما نقول الذخائر
تكون للزوار ممكن يتباركون بها، أو أشخاص اللي ما بيستطيعوا ينزلون الدرج وعبر الأنفاق الموجودة بالضريح فيتباركون في هذا المكان. لذلك نهيئ المكان دائما لاستقبال كل الفئات العمرية، كل الناس كبار السن، المرضى بشكل خاص أكيد يعني، وكل الناس اللي متضايقين يجون للدير حتى يصلون ويتأملون، وأيضا يقضون وقت مع أصدقائهم وذكريات أيضا، خصوصا الأشخاص حاليا والعوائل اللي هي حاليا مهاجرة، كثير ما مرات تجي تزور الأديار وتزور أكيد عوائلها، فأيضا يتذكرون الذكريات اللي مروا بها مع أهلهم، مع أجدادهم، مع آبائهم، أو كن سمعوا على الدير، ونحاول قدر الإمكان نشرح لهم اللي أكيد يطلب. احنا مستعدين دائما يعني ما نتوانى، وخصوصا لذلك الاشياء هي دائما نفضل ان نكون معلومه مسبقا، دير نظام وترتيب، لذلك نفضل يكون اكو مواعيد دائما افضل حتى لحسن الاستقبال وحتى نقوم بواجبنا. هذا فد شيء معروف جدا في مثل ما نقول يعني كل الاديار اوقات، ونحاول نخدم الزوار بما أعطانا الله من قوة. الآن راح نذهب إلى القاعة اللي هي حاليا قاعة المفارنة تسمى، متصلة مباشرة بهذا هاي الكنيسة. قاعة المفارنة مثل ما نشوف الصور القديمة اللي موجودة، أول شيء يعني هو الاستقبال، تعود إلى بعض منا إلى قبر 100 سنة. وهاي الجدارية أو العفو معذرة اللوحة الشهيرة اللي معذرة صورتين هي مسبيل هي معروفة، مهتمة كثير بالآثار بالعراق، ولها فضل كبير في تأسيس كثير من المتاحف بالعراق. يعني مثل ما نقول السواح أو الأشخاص اللي جايين من أوروبا كان تكون هالكاميرات الدقيقة، فحافظوا وانطونا يعني بالفعل الإعلام هون دوره قد مهم، أنه وثقونا خصوصا بالأرشيف البريطاني أو الألماني وغيره من السواح، وكتبوا عن الدير كثير أشياء، كثير مقالات وكثير تفاصيل وكثير خرائط. كل الرحالة اللي جو للعراق يعني مذكورين كلهم، يعني بونيون وماتجر ومشتارك ومسبيل وغيرها، أو أيضا كونراد برويسر الألماني، يعني وزارة الثقافة والآثار ترجمت كتابه من الألماني للغة العربية، ومصدر مهم جدا. فنشوف الدير شلون كان، وهذا مهم جدا لنا مرات في نفهم بعض الأمور شلون كانت الأشياء الموجودة والأشياء اللي متضررة، يعني مثل ما نقول وشلون نطيق نحافظ عليها. الآن مثل ما نقول يعني شوف هذه البوابة اللي هي كانت مجرد مستخدمة بليت وزجاج. حاولنا مرة ثانية نرجع ناخذ من تراث الدير اللي هي زهرة البابونج النصفية والكاملة اللي راح نشوفها أيضا بالضريح. هذا معروف تراث بيت نهريني موجود في الحضارة البابلية، أيضا الحضارة الآشورية. احنا نعبر عنها بطريقة أكيد إيمانية، وراح نشرح عنها فيما بعد. الصلبان أيضا مثل ما نقول الشخصيات البارزة اللي هي معذرة الشخصيات البارزة اللي هي مربهنام وأخته سارة. الآن عندنا هذا الحائط اللي حاليا لونه بني، هو اللون الأصلي، فرش موصلي مائل إلى ما بين الأزرق إلى الأخضر. تقريبا من 1233 إلى 1255 شيد هذه الجدران، يعني في عصر مثل ما نقول الدولة الأتابكية بالموصل. نشوف الزخارف اللي موجودة بيها والنقوش. هون راح نشوف صلبان متكررة دائما. هذا المكان هو مكان صلاة الرهبان. نعرف الرهبان كانوا يصلون 5 مرات ولا زالوا أكيد يعني يقومون بصلاة الصفرة والرمشو وشعشوعين وثلاث شوعين وهكذا صلوات الساعات. كانوا يقفون بشكل جروبين. هذا المكان مكتوب دكثود إيوانجيليون حايو قاديشو، مكان الإنجيل الحي المقدس، محفورة في هذا المكان. وكان يوضع الإنجيل، المخطوطات الإنجيل في فترة الصلاة، خصوصا في فصل الصيف الضوء وأيضا حرارة الجو القائضة صعب يصلون داخل الكنيسة، فكانوا يصلون هوني، يخلون الشموع أو المراوح ويقومون بالصلاة والبخور. وفترة قودة شعيتها في تقديس الكنيسة كانوا يقومون
حمل الإنجيل والدخول بتطواف إلى الكنيسة، ويبدأ في فصل الشتاء الصلاة داخل الكنيسة. للأسف أكيد الأضرار الموجودة هون يعني كثير تأذى المكان. وهون راح نشوف هذا المدخل الرئيسي إلى قدس الأقداس، كان بينه رموز صلبان، رمز البجعة الأسد، وأيضا كتابة كان مكتوب بالخط الثلث: يا رب باب رحمتك لا تغلقه في وجهنا، تحنن علينا واغفر خطايانا لأنك غفور. صلاة رائعة جدا. وهذا الباب يسمونه باب الرحمة، لأنه يا رب هذا هو باب الرحمة الداخل إليه راجي رحمة. وهي النقوش اللي هسه شفناها قبل شوية في حوش الرهبان مأخوذة الشكل المثمن اللي هو أيضا يرمز لزهرة البابونج المثمنة ذات الأوراق الثمانية معذرة، والصليب أيضا الكتابات معذرة. هذا الباب الثاني هو باب الرسولين بطرس وبولس، مثل ما يسمونه بولس وبطرس، وأيضا ملاكين أو بهنام وسارة. والذكر الوحيد لبهنام وسارة سوية هوني راح نشوفه. هاي مثل ما قلنا قبل شوية أيضا راح نشوف الشكل المثمن والصليب، وداخل موردة اللي أيضا يرمز للحياة، شيء مميز. أكيد كله هذا شغل إيد. راح نشوف مثلا كل هاي حجرة واحدة، يعني شوف الإبداع للبنائين وأسماءهم. دائما يرد اسم أبو سالم وإبراهيم، وتبرع بالسيدة بهية امرأة مقدر. فكثير مثل ما نقول مهم عندنا هالكتابات السريانية اللي موجودة في الدير، وأيضا هالتعشيق. هذا الكل دائما نشوف الأسقفة العليا، يعني دائما عندنا العتبة السفلى والعتبة العليا. الأسقفة العليا للباب هي معشقة، وهذا ميزة لدير مار بهنام. كل العتبات شفنا العتبة الأولى وهاي الثانية العليا هي معشقة، وهذا التعشيق عنده سبب، يعني ما هو فقط صعوبة في البناء، كانوا يطيقون يخلون حجرة واحدة مثل كثير مكانات، وإنما هذا التعشيق بسبب الأرض الطينية الرطبة اللي ممكن مثل ما نسميها بالعامية الدوس، لأنه إذا نحفر مترين ثلاثة راح نشوف ماي، وأيضا نهر الزاب ما بعيد عنا، فنشوف هذا التعشيق لما يصير حركة، التعشيق يصير يعني مثل المسننات تمسك بعضها وما ممكن تقع. هاي راح نشوفها في كل الأقواس تقريبا القديمة الموجودة. هاي رياض البناء القديمة، يخلون فراغ حتى لا يصير ثقل البناء على هذه الأسقفة. الآن إحنا في داخل الكنيسة الرهبانية. الآن عندنا هالعمل الرائع اللي يقومون به أفضل فنانين عراقيين، أستاذ ثابت ميخائيل بتق وابنه نينوس ثابت، بمساعدة الفنان الشاب فادي عاشا من الموصل، وأستاذ ثابت وابنه أكيد في بغدادة قرقوش. يعني عندهم جهود كبيرة ورائعة ومميزة، وشيء يفرح القلب. إن شاء الله تكمل عن قريب. يعني أسابيع طويلة يقومون بالدراسة والمجتمعات مع لجان وخبراء من فرنسا، من ألمانيا، وبعد ما أخذنا موافقة من مفتشية آثار نينوى ومشكورين بالأستاذ رويد والأستاذ علي، يعني نشكر الله بدينا نرمم. هاي رممت عدة مرات طبعا بالمناسبة. جدارية مميزة جدا، لأنه هي أكبر جدارية يمكن موجودة في كل الأديار. راح نشوف ارتفاع تقريبا 4 أمتار، تقريبا 3 وشوية، وعرض تقريبا 270 210 215، ومقابله مباشرة راح نشوف هذا شفيع الدير مار بهنام وأخته سارة. تمثيل طبعا أكيد، يعني إحنا هاي رموز رائعة جدا. نشوف النقوش، الكتابات، الزي القديم، الرموز الحضارية، الملابس كثير مميزة. طبعا هاي الجدارية أيضا عندها ميزة عدا ضخامتها ورموزها الدينية. تقريبا ما بين القرن الثاني عشر للثالث عشر، يعني جدا عريقة وقديمة ومميزة. يعني ما نشوف في دير هكذا جدارية ترمز إلى استشهاد مار بهنام، يعني اندحار الشر
وانتصار الخير، فلذلك يرفع للسماء. إذا هاي فشيء كلش مميز، يعني فكرة اللاهوتية، موت وقيامة، استمرار الحياة. فنشوف الملائكة موجودين فوق. اللي الكتابات الموجودة أيضا خطين، الخط السطرنجيلي السرياني والخط العربي الثلث. كان مكتوب هذا يعني ما تطوع بعمله الراجع رحمة الله أبو الفتح ابن أبو البركات الملقب بابن نونة حسب ما نشوف الكتابة، رحم الله عليه، وعلى أخيه سعد. هون أيضا نفس الفنان فيما بعد، مار بهنام وأخته سارة. فشيء نشكر الله أكيد على هالعمل الجبار، وأخوتنا الفنانين الراعين الله يقويهم ويباركهم، صلي من أجلهم أكيد، وكل الأشخاص اللي ساهموا في دعم هالمشروع أكيد. نشكر الله على كل شيء يقومون بينه. هون راح نشوف الجدارية أو القوس، هذا القوس المعشق. طبعا كثير جماعة يحسبون هاي زخرفة، يعني يشوفون قوة البناء. هاي تقريبا أيضا بالقرن الثاني عشر. لما نشوف هذا الحائط ونشوف هالفراغات نفهم ليش عملوها هالمسننات، حتى مثل ما قلنا هذا التعشيق، لأنه الأرض رطبة فحتى تحافظ عليها. طبعا هالقطعة الثلاثة كانت مهيئة حتى يصير بها أيضا نقوش مثل الصلبان اللي كانت موجودة هون، لكن بسبب الأوضاع المتوترة بوجود التتار، نعرف غزوة هولاكو وانتشارهم بهالأرض، فكان صعب يكملوها. أيضا عندنا هون القبة، هاي القبة الشهيرة المقرنصة. هاي القبة طبعا تعود أيضا أقل تقدير القرن الثالث عشر. نشوف كتابات بالعربية ونقوش نباتية وكتابات أكيد أغلبيتها هي سطرنجيلي سرياني، وأيضا صلبان. هاي نشكر الله على هاي، إنه هاي الصلبان ما مست. هالمخاريط اللي نشوفها، نشوف اثنين مفتوحين متعمدة طبعا. نشوف روعة ودقة وفكر المتقدم للمهندسين نطيق نسميهم والبنائين العراقيين بيت نهرينيين. دخول الضوء والهواء، حتى يدخل الضوء والهواء يدخل من هالمكان. واكو أيضا كوة في الميلة الثانية، عندنا دخول خروج، دخول الهواء، وهكذا تحافظت عليها كل هالسنين. هاي الألوان طبعا هي أصلية، وإن شاء الله يصير فد يوم هم إن شاء الله تترمم بطريقة لائقة وعلمية. هذا أهم شيء، إحنا أكيد كل شيء نحاول نهتم بينه علميا. هاي الأضرحة اللي موجودة هوني هي مكان بيت سهدة، بيت القديسين والشهداء، اللي بها يعني اللي خدموا الدير أكيد ذكرناهم. أبونا فرانسيس شحولة خدم 30 سنة، أبونا فرام عبدال خدم 30 سنة، وأيضا المفارنة والمطارنة، لأنه هذا الدير هو كان مقر مفرياني ومقر أسقفي. فكان رئيس الدير كان يسمى رئيس دير مار بهنام وبغديدة. أيضا تعرضوا للتخريب للأسف، يعني بعض منهم إن شاء الله نهتم بهم. نشوف هذا المذبح اللي أيضا تعرض للتخريب، اللي حكينا عليه قبل شوية. شفنا هو نسخة عن المذبح اللي عملناه هسه حاليا من الخشب الجوز. للأسف الصلبان دمرت. القبة أيضا قبة مثمنة، دائما رقم 8 يرمز لبداية أسبوع جديد، يرمز للقيامة والحياة الجديدة. أيضا راح نشوف هالأبواب القديمة أكيد، وأيضا الكتابات القديمة السريانية. نشوف أيضا الكتابات مثلا هوني آبون بشماية ونثقادش صلاة الربية، صلاة الأبانة تبدي من هوني تستمر، وبعدين أسماء البنائين اللي هم أبو إبراهيم وأبو سالم، مشهورين جدا، كانوا يعني أبدعوا في قدس الأقداس، مثل ما نقول طرونس أو يعني احنا عندنا الباب الملوكي في الكنيسة، لذلك أجمل ما يمكن. وأيضا هوني نقوش ومنحوتات بارزة نصفية للقديس مار بهنام. هذا الباب اللي يسمونه باب المعموديتين، يعني أخذ المعمودية واستشهد. أيضا راح نشوف أنه يبدأ هوني قانون الإيمان، نؤمن بإله واحد، معمودية واحدة لمغفرة الخطايا. وأيضا كان منحوتات
رهبان، صلبان. راح نشوف يعني هي متقابلة، راهب مقابل راهب، صليب مقابل صليب. راح نشوف راهب 2 3 وهوني نفس الحالة 7 ب7.